السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. حبيت اوريكم الشقة بعد ما خلاص فرشتها الحمد لله. هنا بصوا، هنا من دخلة الباب، هنا باب الشقة اهو. فانا اول ما بدخل دي كده بداية الصالة، فيها حتى الشاشة يعني بالترابيزة، وهنا ده كولدير المية. ونيجي ندخل الصالة، حتى فيها كرسيين الانتريه والترابيزة، وهنا طبعا حاطه شلتين عشان لو حبينا نقعد في الارض ولا حاجه. فبصوا بسم الله ما شاء الله، يعني الصاله كبيره ازاي. وهنا طبعا بقى قاعدين. دي الاوضه اللي في الوش، اللي هي فيها البلكونه. انا حطيت فيها كنبتين بتوع الانتريه بالترابيزه اهو. وهنا ان شاء الله هنجيب شجره او نجيب ترابيزه لسه يعني. ودي البلكونه طبعا، هي احلى حاجه فيها البلكونه بصراحه، بتجيب هوا جميل بالليل. وانا زي ما قلت لكم انا ركبت الستاره عشان برضو ايه، هو انا مش مكشوفه قوي بس برضو عشان تبقى الواحد قاعد براحته. نرجع هنا اهي الاوضه. هنا طبعا في الاوضه التانية. الاوضه التانية انا حطيت فيها سرير والكومودينو، وعلقت هنا ستاره. وهنا الستاره التانية موجوده بس لسه هجيب لها ماسوره. هجيب ماسوره اركب الستاره. تمام، هو ان شاء الله ان شاء الله هجيبها النهارده ونركبها ونعمل احلى روتينات في الشقه الجديده. يا رب كده تهنوني عليها وتباركولي، ويا رب تجعل وشها خير عليا. هنا طبعا هي زي ما قلت لكم. وطبعا انا حطيت هنا التلاجة زي ما قلت لكم، هنا هتشيل التلاجة. دي الاوضه الثالثه، هننور النور. هنا الاوضه الثالثه انا حطيت هنا سرير وكومودينو، طبعا فرشت السجاده. وهنا دي البلكونه. وهنا انا حطيت دولاب الاطفال جنب البلكونه. وبرضه انا حطيت ستاره في البلكونه عشان برضه ايه، زي ما قلت لكم انا مش مجروحه لان في عماير بس بعديها بمسافه، بس برضه عشان واحد يبقى قاعد مطمئن. بصوا بسم الله ما شاء الله، هنا الاوضه كبيره. وهنا الشباك ده، الشباك ده فيه في وشنا بيت. الشباك ده على حاره يعني، ففي في وشنا بيت فبيوضبوا الشقه. طبعا هنبقى مجروحين، فانا بعملها كده بس ان احنا ايه، اللي نايم ما حدش يكشفه ومنها يدخله هوا. وهنا طبعا دي المكنسه بتاعتنا. فنرجع كده، بصوا كده هنا سرير، هي عشان الاوضه بسم الله ما شاء الله كبيره. انا مرضتش احط سريرين هنا، حطيت سرير في اوضه تانية وحطيت سرير هنا. طبعا ده الدولاب. هنرجع هنا في الطرقه. هي الطرقه بسم الله ما شاء الله كبيره. انا حطيت فيها التلاجة. تعالوا. وهنا ده المطبخ عشان بتاع الغاز كان لسه مركب لي الغاز دلوقتي، جه الحمد لله الحمد لله. بصوا وصل لي الغاز دلوقتي. وده طبعا انتوا عارفين طبعا ايه، ان انا واخداها ايجار جديد، فما حبيتش اجيب حاجات كتيره خالص. انا حطيت الترابيزه بس هنا كده وعليها ايه، حاجات بسيطه اللي انا هستعملها يعني بس. وجبت مطبقيه واطباق. وهنا جبت غلايه جديد ماشي اهو. بصوا يا جماعه، دي الشقه اللي انا بقول لكم بتتوضب. انا مش عايزه ابينها اكتر من كده. فالشقه دي طبعا مكشوفه للاوضه التانية. بس ده هنا شباك، ده هنا بتاع الغاز. انا هنا سألته على السخان عشان انا عندي السخان 10 لتر. فراح قال لي بقى هيتكلف مبلغ حوالي 800 جنيه. فده انا هعمله على حسابي ماشي، لان بصراحة هو صاحب الشقة كلف 800 جنيه الخرطوم بتوصيل البوتاجاز، فمرضيش اتقل عليه اكتر من كده. وهنا لسه انا هجيب مشاية هفرشها هنا في المطبخ. تمام، تعالوا كده من بعيد. بصوا هنا الترابيزه
وهنا ايه البوتاجاز. وزي ما قلت لكم بصوا هنا طبعا التلاجة زي ما قلت لكم. وهنا بصوا الطرقة، طرقة كبيرة يعني ما شاء الله عليها تاني. وهنا هي فيها لندل هنا، وفيها لندة للطرقة يعني. بصوا اما نرجع لورا كده بصوا ما شاء الله يعني. بصوا السجاد المشاية دي يعني انا حطيتها هنا يا رب الشقة تكون عجبتكم. وهي والله انا مرتاحة لها الحمد لله، ونفسيتي مرتاحة. ربنا يجعلها بشرة خير عليا. وهنا زي ما قلت لكم الأوضة. بصوا بسم الله ما شاء الله الأوضة مساحتها كبيرة كبيرة. وهنا برضو الأوضة دي يعني برضو مساحتها حلوة قوي. هو بصراحة أنا حاسة براحة نفسية جامدة. كمان الستارة لما تركب هيبقى شكلها أحلى. وهنا بقى تخيلوا انتوا بقى القعدة بالليل. والله يا جماعة أنا جيت من يومين وبيت هنا أنا وأولادي. مش هتصدقوا أنا نمت هنا في الأرض والله كان حبة هوا جمال، كان حبة هوا كده جمال جمال وكفاية يعني. بصوا عارفين المنظر من هنا جميل بالليل، المنظر من هنا جميل يعني. تكفي ان ايه صوت العصافير كده طول الليل شغال. بصوا المنظر. بصوا هنا دي الأوضة اللي هي فيها السرير اللي انا بقولكم هركب فيها الستارة مفتوحة. بصوا المنظر. طبعا البلكونة هنا انا عندي هناك في البلكونة التانية بتاعتي في الفرشة اللي هي النجيلة، فدي ان شاء الله هجيبها وهفرشها هنا، لان هي كده كده البلكونه التانية بتاعتي يعني سيراميك، فعادي يعني لو فضلت من غير فرشه. فانا هجيبها وهفرشها هنا، وهجيب كرسيين احطهم هنا في البلكونه. فتخيلوا بقى المنظر مع منظر البلكونه جميل جدا مع الكراسي والفرشه النجيله. وتبصوا كده بقى تلاقوا الشجر وتلاقوا صوت العصافير كتير. والله المنظر تحفه، المنظر جميل جميل. بصوا يا جماعه هو انا دي كنيسه على اول الشارع، بس طبعا دول اخواتنا لكم دينكم ولي دين. تمام. بس بصوا المنظر. بصوا هنا دي هنا دي جارتي، هي عامله تندة في البلكونه. بصوا هنا يا جماعه شجر. والله بقول لكم المنظر بيبقى جميل بالليل وبيبقى حلو قوي قوي قوي. يا رب يا رب يجعلها كده يعني. المده اللي انا قاعده فيها هما سنتين اللي انا واخداها، ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوسع علينا يا رب العالمين. بس تكفي ان المنطقه نظيفه والمنطقه جميله وما فيهاش الحاجات الوحشه. انزل انا وعيالي براحتنا، وفيها شوارع جميله جدا. كل ده هنصوره لما هنيجي خلاص نقعد ونستقر، وان شاء الله يومين 3، لان انا يعني مكان ما شلت العفش من هناك فبمسح الشقه وبظبطها. فيومين 3 بكتير وهنقعد بقى هنا وخلاص نستقر بقى هنا. وهنمشي في الشوارع وهصور لكم كل الشوارع الحلوه اللي هناك، وهصور لكم الميدان، وهصور لكم حاجات كتيره قوي لان انا قريبه من هناك. فيا رب اللي وصل لغايه هنا ما ينساش يدوس اللايك ويدعي لي دعوه حلوه في التعليقات، ويشترك في القناه، لان ده رزق انتوا اللي سبب فيه يعني من بعد ربنا. هو ربنا بيجعلكم انتوا اسباب لاي رزق هيجيني، لان بجد والله هي انا خدت الشقه دي هتبقى ضغط عليا جامد. بس والله يا جماعه انا بفتي حاجه عن حاجه يعني. زي ما قلت لكم انا نفسيتي تعبانه وعلى طول على طول تعبانه، وعلى طول عندي دكاتره واولادي طبعا مش عارفين يعني ينزلوا ولا يطلعوا، لان المكان زي ما قلت لكم فيه حاجات وحشه. والحمد لله احنا كويسين وما بنعملش مشاكل طبعا. وهناك الناس هناك يعني مش مشاكل كتير ولا حاجه، لا عادي زي اي منطقه شعبيه. بس الحاجات الوحشه ابتدت تكتر فيها، وانتوا عارفين الشباب طبعا. انا اولادي صبيان ومش عايزاهم يطلعوا في بيئه مش كويسه. فيا رب لو سمعتوا لغايه هنا كده تدعوا لي دعوه كويسه بصلاح الحال وبهدايه اولادي وبالشفاء العاجل ليا يا رب. ويا رب نجعلها حياة سعيدة وحياة جديدة. وأنا بحمد ربنا وبحمد ربنا وبحمد ربنا على كل حاجة حلوة هو بيجيبها لي وبيحاول يسعدني، وأنا عارفة والله. ويا رب أنا بحمدك وأشكرك على فضلك العظيم ليا. ويا رب تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا إعجاب للقناة. تمام.
وان شاء الله خير، وتابعوا الفيديوهات اللي جايه، والله هتبقى حاجات حلوه جامد، ما اماكن جديده هنقعد نصورها وبهجه، وهتتابعوني، واشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.